اللحمه ممنوع ان هي تدخل تركيا. اي حد جاي من بره وجايب لحمه حتى لو مش مجمده او اللي هي فكت والحاجات دي كلها، الجمارك التركيه بقت بتقول لك من ضمن المحظورات ان اي لحمه تيجي من بره. والله انا واحد صاحبي قال لي على الموضوع ده ما صدقتش، لان احنا بنقعد نجيب شويه حاجات كده يعني من مصر كده، شويه كبده حلوين مش عارف ايه الحاجات دي كلها. فدخلت على الصفحه اللي هي ليها علاقه بقى بالجمارك والتفتيشات والحاجات دي كلها، فلقيت فعلا ان واحد جايب لحمه من بره وقال له اللحمه دي ممنوع ان هي تدخل. طب ايه بقى كمان من ضمن المحظورات؟ كميه سجاير تكون كتيره، او في نفس الوقت ادويه بتكون من غير صرف. فلما بصيت بقى في الصفحه اللي هي بتاعه الجمارك، لقيت ان في ناس بتدخل بكميات مش طبيعيه، كانهم رايحين من سوق لسوق مش من دوله لدوله. فخلينا يا جماعه ملتزمين بالقواعد الجديده، عشان فعلا لما الحاجات اللي احنا بنجيبها مثلا لو كتيره وبتترمى يعني بتزعل. عموما بس عشان تبقوا عارفين، في تركيا انتوا لما توصلوا المطار وبتطلعوا خالص بعد ما بتاخدوا الشنط وكل حاجه، بيبقى في خطين، يا اما الخط الاخضر اللي هو بيكون ان انت ما بتعديش في سير ولا اي حاجه وتطلع على طول من المطار، وفي الخط الثاني الاحمر اللي هو مثلا الضابط بيقول لك لا ممكن تدخل هنا، بتعدي بقى شنطك في السير وبيبدا يفتشك، فانت وحظك. فالافضل يعني نمشي كويس. راح الصدق والكبده الاسكندراني يا معلم، خلاص بقى. وبعدين صدق عشان اسكندراني بقى، عشان عارف ان في ناس هتصدق في الميه العكره وتقول لك سجق ومش عارف ايه وكده.